انا عندي 3 اسباب بيخلوني اقدر واحترم جدا انجي بوستوكوغلو وفوزه النهارده ببطوله اليوروبا ليج مع فريق توتنهام، بعيدا عن ان هو رجع توتنهام لمنصات التتويج لاول مره بعد غياب 17 18 سنه كاملين. لكن في كذا حاجه تخليك تقدر وتحترم الراجل ده. الحاجه الاولى هي التحدي اللي هو اعلنه في بدايه الموسم، لما قال انه دايما في تاني موسم ليه دايما بيفوز ببطوله، وفعلا قدر ان هو يعمل الامر ده ويفوز ببطوله اليوروبا ليج. لكن الحاجه الثانيه المهمه واللي يفتكرها مش بس مشجعين توتنهام ولكن يفتكرها كل مشجع ارسنالي، هو رد فعل الراجل ده بعد ما توتنهام خسر من مانشستر سيتي السنه اللي فاتت في الاسبوع ال 37 على مستوى الدوري الانجليزي، بعد ما سون ضيع انفراد كامل، وبعد ما جماهير توتنهام بقت بتحتفل بضياع الكوره من سون واحتفلت بفوز السيتي على توتنهام. قال اللي انا شفته في اخر 48 ساعه مخلينا محتاجين نغير حاجات كتير على مستوى العقليه عشان نقدر ان احنا نعمل حاجه. وفعلا الراجل نجح ان هو يغير العقليه دي وان هو يوصل بفريق توتنهام انه يقدر يحقق لقب اوروبي مهم جدا. لكن الشيء اللطيف هو الشيء اللي قاله قبل المباراه النهائيه نفسها في المؤتمر الصحفي، لما احد الصحفيين اللي كان حاضر في المؤتمر ده واللي كان كاتب مقاله بيوصف فيها انجي بوستوكوغلو ان هو كلاون او مهرج، رد عليه انجي بوستوكوغلو وقال بعيدا عن الفوز بالبطوله او مش هنكسب البطوله، انا رجل لست مهرجا، انا عملت في هذه الوظيفه العديد السنوات ولا استحق ان يطلق علي احد هذا اللقب. وفعلا النهارده الراجل بيرد في الملعب وبيقدر ان هو يكسب البطوله. انجي بوستوكوغلو من النماذج القليله في الكوره اللي عندها تركيز دايم ان هي عايزه تنجح في مهمتها، وما عندوش تركيز على فكره ده الغريم وده الفريق اللي لازم ان انا اكسب قصاده ولازم اعمل الحركات والحبشتكنات وشغل الحرقان والدعس والجلد بتاع السوشيال ميديا ده. فبصراحه انجي بوستوكوغلو يستحق كل كلمه اشاده واحترام، ويستحق ان الناس تتكلم عنه بشكل كويس وان هي تحترم فوزه ببطوله اليوروبا ليج وتقدره لما قدمه هذا الرجل لكره القدم بشكل عام والفريق توتنهام بشكل خاص. اما بالنسبه بقى لروبن اموريم، فروبن اموريم اساسا هو الراجل بيتحاسب على شيء ما تخصهوش وبيتحاسب على حاجه مش بتاعته. روبن اموريم لا هو مختار اللعيبه ولا هو مختار الصفقات ولا هو اللي قايم باي حاجه في مشروع مانشستر يونايتد، وكون ان هو وصل بفريق اساسا هو مستلمه في المركز ال 14 على مستوى الدوري الانجليزي، ان هو متواجد في نهائي البطوله الاوروبيه، ده معناه ان الراجل عمل مجهود استثنائي وخارق اساسا عشان يوصل للحته دي. وانا عارف ان الناس عايزه تشيله الليله باعتبار ان هو ادار النهائي بشكل سيء، وانا متفق معاكم. روبن اموريم ادار النهائي بشكل سيء جدا، ويمكن لحد الدقيقه 70 ولا الدقيقه 75 الراجل بيتفرج زيه زينا بالظبط، ورد فعل مانشستر يونايتد في بدايه الشوط الثاني كارثي وسيء جدا ومن اسوأ الحاجات اللي انا اتفرجت عليها في حياتي. لكن ده لا ينفي حقيقه ان من قبل وصول روبن اموريم واحنا بنتفرج على اسوأ جيل في تاريخ مانشستر يونايتد، اسوأ اداره، اسوأ اداره فنيه، اسوأ لعيبه، وانا مش عارف يعني فاضل شويه وهنقول اسوأ جمهور، ما فضلش حاجه، اسوأ ملعب، حتى الملعب الاولد ترافورد نفسه بيعيش اسوأ ايامه كشكل انشائي وكنواحي هندسيه وككل حاجه. فبصراحه ان انا شايل ليله الموسم كلها روبن اموريم ابقى ببالغ شويه، لكن ان انا شايل الفاينل بصراحه هو الراجل ما حضرش للفاينل زي ما الناس كلها محضره. بس انا راضي ذمتك لما يبقى عندي 3 فرد نايمه موجودين في الخط الامامي، بتكلم على اقطع في الناحيه الشمال علي علوكه في اليمين واشرف كوخه مهاجم، هل انت متوقع ان الناس دي ممكن ان يطلع من وراها حاجه؟ هل متوقع ان فرقه بتلعب 4-3-3 بالاعتماد على خط امامي مكون من 3 لعيبه، المترديه على الشمال والموقوزه على اليمين والنطيحه في الهجوم وما اكل السبع قاعد على الدكه، هل انت مستني ان الفرقه دي هتقدر ان هي تحقق حاجه؟ اكيد لا. ده يا راجل ده من كرم ربنا وفضله ان الفريق ده ما كسبش عشان ما يوصلش للتشامبيونز ليج السنه الجايه ولا يلعب في التشامبيونز ليج اساسا، ده يروح للتشامبيونز ليج هيتهان ويتداس على وشه ويطلع. روبن اموريم كانت اسوأ لعنه ممكن تطرده ان هو يضطر يخش بالفرقه النص لبه دي على الشامبيونز ليج. يا راجل انا بقول لك بيلعب بباك شمال باتريك دورجو، لعيب جايبينه من معرض موبيليا، ده راجل يقول لك ده باك شمال ممتاز جدا، ما قدمش حاجه عدله من ساعه ما جه. لوك شو الراجل ده ماسك سيديات على اداره النادي، لان على حسب ما انا فاكر ده جه ايام فان خال ولحد النهارده ما لعبش موسم كامل سليم. انت بتبص على مانشستر يونايتد انت بتستلقط 4-5 لعيبه كده ولا 6 لعيبه بتقول دي الرجاله اللي احنا ممكن نكمل بيها، باقي ما باقي ارمي في الزباله. ولكن انا هتفضل برضو حرق دمي ان انا اتفرجت على فاينل لمانشستر يونايتد لا شفت فيه لا كوبي ماينو ولا مانويل اوجارتي بيلعبوا بشكل اساسي. بس هتقول ايه؟ انا متفق معكم، هذا الرجل ادار النهائي بشكل سيء جدا، ادار النهائي بطريقه لا توصف، لكن في نفس الوقت ان انا شايله كل الفشل اللي جوه نادي مانشستر يونايتد، انا شايف ان انا هبقى قاسي عليه شويه، مش هكذب عليك.
هذه سنة الغرائب والعجائب في كرة القدم. رسميا توتنهام ينتصر على اليونايتد في نهائي الدوري الأوروبي ويحقق أول لقب منذ أكثر من 17 عام. هذه هي لقطة البطولة بالنسبة لتوتنهام. لاعب توتنهام منع هدف محقق لليونايتد. اليونايتد كان الأفضل في المباراة، سددوا 6 تسديدات على المرمى مقابل تسديدة وحيدة لتوتنهام، ولكن لم يوفق اليونايتد اليوم. تخيل معي توتنهام في هذا الموسم فازوا بأول لقب لهم منذ أكثر من 17 عام، وهاري كين حقق أول لقب في مسيرته. أيضا كريستال بالاس حقق أول لقب في تاريخه، ونادي بولونيا الإيطالي حقق أول لقب منذ أكثر من 50 عام. أيضا نيوكاسل حقق أول بطولة منذ أكثر من 70 عام. هذه سنة العجائب في كرة القدم. بردك لعشاق اليونايتد خسارة قاسية، ولكن من له تاريخ لابد أن يعود، واليونايتد بالتأكيد سيعود. وألف مبروك لعشاق توتنهام. فعشان ما تفوتك أخبار كرة القدم الموثوقة أول بأول تابع الحساب، وإذا عجبك التيشيرت حصل متجر فاموس. إذا نادي توتنهام يفوز على نادي مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي، يعني كما قيل، يعني هذا النهائي الفريق المنتصر فيه سينقذ موسمه، والفريق الذي ينهزم فيه سيكون أسوأ موسم في تاريخه. للأسف صراحة أنا يعني كمشجع لكرة القدم لم أكن أتمنى هزيمة اليونايتد. اليونايتد فريق كبير، أكبر من توتنهام تاريخيا، فريق يعني لديه إرث كروي كبير وكبير جدا، لكن للأسف الحال الذي وصل له اليونايتد يعني في حال يعني لم يتدارك الموقف، في حال لم تكن هناك صفقات، الفريق يعني سيقدر ينزل للشامبيونشيب يعني صراحة. أما بالنسبة لتوتنهام، برافو لنادي توتنهام، يعني عرف كيف ينقذ موسمه، عرف كيف أنه يبقى مركز على بطولة واحدة ويفوز بها، بطولة الدوري الأوروبي بالنسبة لي يتظل في المتناول. يعني بغض النظر عن مباراة النهائية في الأدوار السابقة، تأهل توتنهام كان سهل وسهل جدا. وكان يعني وفي كل مباراة كان توتنهام هو المرشح. يعني إذا لم نحتسب النهائي، توتنهام يعني في نصف النهائي أعتقد أنه لعب ضد نادي بودو جليمت، في ربع النهائي لعب ضد فريق آخر يعني. وكانت كل هذه الفرق تقريبا سهلة يعني، يعني مقارنة بنادي توتنهام. أما بالنسبة ليونايتد كما قلت، لازم على الفريق أنه تقوم في تصفية يعني كلية من أغلب اللاعبين. بالنسبة لحراسة المرمى، أونانا بيه خلاص، اللاعب يعني بالنسبة لي كان رائع مع إنتر، أوصلهم لنهائي دوري الأبطال، أعتقد فاز معهم بالدوري الإيطالي في الموسم الذي قبله. آه، ولكن للأمانة تحس كأن اليونايتد فيها لعنة. اللاعب الذي ينتقل لها نادرا ما تشوف لاعب انتقل لها ونجح. يعني كم شفنا أنطوني يعني مع اليونايتد كان لاعب شبه ميت، انتقل لبيتيس، وصل لنهائي المؤتمر وقدم أداء كبير ومساهم بعدة أهداف ومسجل أهداف خرافية. شاهدنا مثلا سكوت ماكتوميني قريب من التتويج بالدوري الإيطالي مع نابولي. شاهدنا مثلا راشفورد تأهل لربع نهائي دوري الأبطال مع أستون فيلا، وضمن مقعد مؤهل لدوري الأبطال في الدوري الإنجليزي، يعني بعد احتلال أستون فيلا أعتقد المركز الخامس أو الرابع. يعني صراحة يونايتد لازم على كل لاعب يعني أتيحت له الفرصة ولم يتألق أنه خلاص يمشي، يعني يذهب إلى حل سبيله. هناك لاعب في الهجوم يعني حيرني، لاعب لا يقوم بأي شيء، ليست لديه أي خصائص، وهو الأسطورة هويلاند. يعني اللاعب أعتقد أنه جاء ب85 مليون يورو. الشيء الوحيد الذي هو جيد فيه هو أن اسمه يشبه الاسم هالاند، يعني خاصيته الوحيدة هو أن اسمه يشبه الاسم هالاند، وأنه طويل يعني وكبير في الحجم وسريع والسرعة. يعني مثل الدابة، هو يعني سريع ولا يعرف لا يعرف يتمركز، لا يعرف يسدد، فينش كارثي. لا هو يعرف يراوغ، ولا هو يعرف لا هو ذكي، ولا هو يدافع بشكل جيد، ولا هو ممتاز في الضربات الرأسية، ولا هو ممتاز في الالتحامات، ولا هو لاعب ممتاز في البناء. يعني لاعب يعني خاصيته الوحيدة هو أن اسمه يشبه الاسم هالاند يعني. إلى اللقاء، ونلتقي في فيديو قادم بإذن الله.